عندنا ميراث 10 سنين ما تقسمش، وعندنا ميراث 15 سنة، وعندنا ميراث 20 سنة، وعندنا ميراث 40 سنة، وعزة الله وجلاله 40 سنة لم يقسم الميراث ولم تقسم التركة. تعرفوا في عهد الصحابة كيفاش كانوا يقسموا التركة؟ هم الحمد لله ما كانوش يكسبوا الهناشر ولا الضيعات والدكاكين والعمارات والسيارات والعقارات والأموال والأرصدة، أغناهم الله بفضله وبإيمانهم وبدينه. كانوا بعد ما يدفنوا الميت ويجيوا العشية ما يباتوا في الليل، كان كل حد خدم تاعه. اللي يوسع منهم 3 أيام، بعد 3 أيام تقسم التركة. احنا تو عندنا لغة شيطانية أنا نسميها، نحبش نقول حاجة أخرى، يا إما زندقة يا إما اللي يقول هالكلام زنديق. زنديق بأتم ما في الكلمة من معنى، اسموها الكلمة اللي مش نقولها. يا إما أن يكون زنديقا، وإما أن يكون ظالما مستبدا يا ويله من عذاب الله. يا سي فلان العقود عندك، انت خونا الكبير، العقود عندك نحب نقسمه. يا ويل من يسأل ويطرح هذا السؤال. ليه؟ قال لك بويا صار له مليمات، بويا قبره مازال أخضر. قدش عنده بوك مليمات يا سيدي؟ قال تو عنده 7 شهور ولا 8 شهور. باي وقتاش يبيض قبر بويا باش نقسمه؟ وقتاش يشيح من دمه مبلول؟ قال ما تكلمونيش قبل العام. وش يعمل السيد؟ يقبض في الكروات ويجمع في الزيتون. يا للا يا للا يا ما شاء الله، يا ويلك من عذاب الله. أقسم بالله العلي العظيم ستحاسب بحبة الزيتون، ستحاسب بالفتيل والقطمير. ما الذي تحمل على عاتقيك؟ ما البلاء الذي أوقعت فيه نفسك؟ ليه؟ حتى ترضى عنك زوجتك ويرضى عنك أولادك تظلم إخوتك. اتق الله يا أخي في آيات الميراث وعاقبها. ايش يقول ربي؟ بالله يسمعوا. يا ليتنا نقرأوا القرآن بفهم، يا ليتنا نقرأوا القرآن بوعي. وهو لو كان جينا نقرأوا القرآن بفهم وبوعي ما هو حالنا تغير. احنا شبينا الجمعة تجي وتمشي الجمعة، ويجي رمضان ويمشي رمضان، ويجي العيد ويمشي العيد، ويجي راس العام ويمشي راس العام، وما تغير فينا شيء. على خاطر ما احناش أهل القرآن، سامحوني بكل لطف وأنا معكم، ما احناش أهل القرآن. أهل القرآن هم الذين إذا قيل له اتق الله أخذته الرعدة والرهبة والخشية والدموع والبكاء ويشثو على ركبتيه. سيدنا أبو بكر الصديق نهارت اللي مصطح بن أثاث عمل له شهرية، تخيلوا مصطح بن أثاث ولد نسيبه عمل له شهرية، زوالي فقير. نهارت اللي تكلموا المنافقين في عرض أمنا عائشة تكلم وخاض في عرض أمنا عائشة. سيدنا أبو بكر الصديق بوها قلبه وجعه. ايش قال؟ لأمنعن عطائي عن مصطح. قال هذا والله ما يستاهل الخير، يبقى أنا نصرف عليه وعمل له شهرية ويتكلم العيب في بنتي وهي بريئة، الشهرية مش نوقفها عليه. يجاوبوا ربي يسمعوا. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين، اسمع، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما نزلت الآيات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ناديوا لأبا بكر، على باله بالقصة ما جاوب شيء، ناديوا لأبا بكر. جاء سيدنا أبو بكر من الناس اللي تقرأ القرآن، الناس التي تقف عند حدود الله. تو تقول له يا ولدي راهو الشرع، قال لا، يقول لك حتى أنا عندي شرع. عجب، كل واحد يعمل شرع ليله، كل واحد يعمل شريعة، كل واحد يعمل أحكام وحده. أي كبر وأي جهل. اسمع، قرأ عليه الآيات، شو يعمل سيدنا أبو بكر؟ يتغشش، يعمل هكا، يقول ملا حكم هذا. شو يقول؟ يبكي ويجثو على ركبتيه ويقول بلى يا ربي أحب أن تغفر لي، أحب أن تغفر لي. ثم قال وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لأعيدن عطائي لمصطح ولا أزيدنه عليه.
شفت الوقوف عند حدود الله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديوهات اللي نهبط فيها ملامات هذوما. شباب قناه مره تشوفني اضغط على علامه الزائده مش دائما هناك. تيك توك نتاعك بالعربي كمان، ما تنساش الشكل الجاي تشجيع عليه. خلي لي كومنتير باهي كيفك خويا، احتفظ بالفيديو باش ترجعوا في كل مره. بارطاجي الفيديو لاصحابك والدال على خيرك كفايه. السلام عليكم.